ده شريط الخدمات التاني. تمام. احنا كل ده لغايه دلوقتي مش شايفين مول واحد. برضه انا مش هطلع الكوبري عشان عايز اوريكم حاجه. ده كده كل ده احنا لسه في امتداد النرجس. كده النرجس فيلات الناحيه الثانيه. المناطق كلها طبعا ساكنه وعايشه، مش محتاج اللي انا اتكلم عليها. النرجس فيلات بنادى مناطق موجوده في التجمع يعني. مش هطلع الكوبري برضه، همشي من تحت الكوبري عشان اوريكم الوضع عامل ازاي. المحور ده انا شايفه من اهم المحاور دلوقتي الموجوده في التجمع الخامس. خلي بالكم المحور ده اخره العاصمه الاداريه، يعني يوصل على العاصمه. هنقابل هنا على يميننا دلوقتي دي محطة رفع، وبعديها لازق فيها على طول ده المول التاني اللي في الطريق كله. بس هنعدي بس التقاطع ان شاء الله. دي محطة رفع في ظهرها جاردينيا 1 و2 و3. وده تاني مول في الطريق كله. ده تاني مول برضه ده شغال. معلش واحنا عشان هنقربها منه قوي فالدنيا هتبقى صعبه في التصوير شويه، بس هنحاول واحنا راجعين الناحيه التانيه هنوريكم برضه ان شاء الله. على شمالنا الناحيه التانيه منطقه المستثمرين الجنوبيه، برضه منطقه ساكنه وعايشه. على شمال على يمين هنا جاردينيا 1، برضه منطقه مش ساكنه وعايشه. كل ده الناحيه التانيه برضه المستثمرين الجنوبيه. وده الناحيه التانيه مول لسه تحت الانشاء. خدتوا بالكم احنا هنطلع لغايه ما نوصل لجامعه امريكيه شبه قرب الجامعه الامريكيه شبه مفيش غير مولين. المحور ده لا فيه فرصه استثماريه كبيره جدا. خلي بالكم من النقط دي كويس جدا عشان الناس اللي كانت بتسعى على المحور. ايه محور جواد دراسه من الخليل هو حته بحته مقطوعه؟ لا 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 لا، ده ساكنه كلها. من اهم المحاور الموجوده في التجمع النهارده. احنا طلعنا كوبري لسه مكملين على محور جمال عبد الناصر. دي برضو مساحه فاضيه كبيره جدا. برضو من ضمن الحاجات خلي بالكم اللي هتعمل برضو حركه، وهيبقى فيها كتير شركه خدمات برضو، وهيبقى فيها اكيد اعتقد ممكن يكون فيها كومباوند، وفيها برضو اعتقد اراضي تخصيص. اعتقد الناحيه الثانيه المستثمرين الجنوبيه زي ما احنا شايفين. ده اسكان عائلي عشان تبقى برضو عندكم خلفيه برضو الفرق بين الاسكان الفاخر وسعر الاسكان العائلي. اللي العمارتين بيبقوا لازقين وبعض ده بيبقى اسكان عائلي، اسمها اسكان عائلي. كل ده مستثمرين جنوبيه. احنا مكملين كل اللي على يميننا ده كله فاضي، ده لسه لم تستغل، او ان هيبقى لسه في كومباوند لافيستا ده لسه حتى ما طرحش بيع، في انشاءات بس ما طرحش بيع. شمالنا ده على يميننا على يميننا ده كومباوند لافيستا، في حجم انشاءات برضو مش بطال جوه، لكن لسه لم يطرح حتى الان. الناحيه الثانيه في كومباوند فيلات اسمه ريفيرا، ده برضو ساكن وعايش.
هنزل من تحت الكوبري برضو، مش هطلع الكوبري عشان عايز اوريكم المحور برضو عامل ازاي، من تحت الكوبري برضو عامل ازاي. انتوا متخيلين المسافه اللي احنا مشينا دي كلها مفيش غير مولين بس قابلناهم، مفيش مناطق خدميه تاني، يعني مفيش مناطق خدميه غير المولات ديت. نزل من تحت الكوبري. ده كومباوند الباتيو برضو تبع باتيو 7، تبع برضو الشركه طبعا من الشركات الكبيره جدا موجوده في السوق العقاري لفيستا طبعا. ده مول لسه طبعا لم يطرح، ده اول مول نشوفه من بدري. انما رضا بلازا بعد كده. ما زالت المنطقه محتاجه اكتر من كده بكتير في المولات. يعني لما تبص على عربيه بلازا بالليل بتلاقي الدنيا زحمه زحمه مش طبيعيه. مكملين على طول زي ما احنا. كومباوند الارواح على شمالنا، وبعد كده هيجي اس تاون لشركه كومباوند اس تاون لشركه سودك طبعا غني عن التعريف، اللي برضه على يميننا هيبقى العطامية يونس. محور محترم جدا، واللي فيه احنا شايفين ماشيين الطريق كله شايفين اسماء براندات تقيله جدا. كده خلصنا من كومباوند الارواح، بعد كده اس تاون الناحيه الثانيه عطامية يونس اللي على يميننا. اللي على شمالنا الناحيه الثانيه اس تاون لشركه سودك. طبعا ده كل ده كومباوند دي كلها ساكنه وعايشه، مش بنتكلم في حاجه ايه لسه هتسكن، لا ده الناس دي كلها عايشه من سنين كمان. كل ده احنا مفيش مناطق خدميه خالص قابلناها. محور كبير جدا، محور محترم جدا، محور فيه فرص كبيره جدا. كل ده احنا في محور جمال عبد الناصر. هيقطعنا دلوقتي التسعين الجنوبي. التسعين الجنوبي انا بس عايز اوريكم الموضوع ايه لحد فين. التسعين الجنوبي دلوقتي قطعنا، هنعدي التسعين هنقطع هنكمل على بقى طريق جديد اسمه طريق النصر، اللي هو شارع النوادي، شارع النوادي القديم. هنا نادي رويال على يميننا اهو. بعد كده تلاقي نادي بنك مصر والمونوريل على شمالنا، وعلى شمالنا قطاع اللوتس. ده طريق النصر. محور النصر ده واصل لحد الرحاب ولحد التقاطع بتاع محمد نجيب. كل ده احنا اول مولات قابلناها هنا بقى في وش قطاع اللوتس على طول. اول مولات قابلناها الطريق كله. ده شارع النوادي القديم. في نادي طبعا بلاتينيوم ونادي وادي دجله ونادي المعادي قدام. بيوصل بقى على مناطق القرنفل ومناطق مكتب النائب العام ومستشفى اهل مصر. وبرضه هيقطعنا دلوقتي محور بن زايد. انا بس عايز اوريكم المحاور بتاعت التجمع. اللي هيقطعنا الصينيه اللي هتقطعنا اللي جايه دي على طول يمين على طول محور بن زايد. يمين على طول ده محور بن زايد بقى. مناطق بقى الفيلات والليك فيو قدام شويه بيت الوطن. احاول اخش الحته دي
لغايه مقطع الكومباوندز كده. اقول لكم بس الطريق عامل ازاي. انا بقول لكم برضه الفرص الاستثماريه اللي ممكن تفكروا فيها في التجمع. التجمع لسه فيه كتير، لسه فيه كتير قوي كمان. هنخش كده محور بن زايد الجنوبي. ده محطة مونريل اللي جنبنا دي فاونتن بارك ديت. طبعا ده كومباوند ساكن وعايش. ده هنا محطة مونريل اللي جنبنا. ده محور بن زايد برضه عشان الناس برضه مش متخيله التطوير. على فكره قدام شويه على يميننا هيبقى بيت الوطن، على شمالنا هيبقى بيت الوطن، الحي السادس والثامن، شارع النوادي الجديد. ده بقى محور بن زايد دلوقتي، ما حدش يتخيله بقى. كان من 3 سنين ولا سنتين الدنيا كانت مكسره خالص. تمام. على يميننا هنا هنبص كومباوند، طبعا احسن الكومباوند اللي موجوده في التجمع ليك فيو. تمام. نكمل قدام شويه هنلاقي بعد كده سوريك فيلات. ده محور بن زايد برضه. شايف الفرص الاستثماريه الحلوه قوي لسه جاي. تجمع هتقولوا لي يمكن انا شويه هتلاقيني بحب التجمع بزياده لان التخطيط بتاعه مظبوط قوي. ده سوريك فيلات اللي جنبنا، ده كومباوند سوريك فيلات طبعا شركه سوريك. جميل. لو انت ماشي في التجمع مبسوط. التجمع فيه كام البراند نيم محترم قوي اللي فيه، وانشاءات محترمه جدا. ده كل ده سوريك فيلات. هنمشي هنرجع تاني على محور بن زايد اهو. في على شمالنا الناحيه التانيه مول 360 بتاع لاند مارك سبور، برضه من المولات اللي هتعمل طفره قريب جدا جدا جدا. المول خلاص تقريبا شبه اتفنش خلاص، يعني اعتقد ان هم ممكن على اخر السنه نشوف المول ده شغال. المول ده على فكره بالمناسبه لازق في بيت الوطن، يعني بعديه على طول بيت الوطن. برضه في حجم مولات هنا هيبقى حلو قوي 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 قوي. شايف المحور ده في مستقبل كبير، يعني اللي يعرف يشتري هنا يشتري. هو جمال عبد الناصر انا شايفهم ده المستقبل التجمع الجديد بقى. ده لسه كمان في كمان ورا كمان المحاور دي برضه في شويه حاجات ثانيه. ورا المحور اللي انا فيه ده برضه في شويه اماكن ثانيه برضه لسه لم تستثمر يعني. ده كده بدايه بيت الوطن، ده كده الحي السادس. انا بحاول افرج الناس الدنيا بقت عامله ازاي. خلاص الدنيا بيت الوطن من 5 سنين كنا نخاف نخشه، النهارده لا اتعمر. انا اكتفي. ده في شارع النوادي الجديد على فكره، على شمالنا ده شارع النوادي الجديد، شارع اللي فيه النادي الاهلي. تمام. هكتفي لحد هنا. يا رب يكون النهارده الناس فهمت محور جمال عبد الناصر عامل ازاي، واقف لحد هنا. وان شاء الله في كمان لايف قريب جدا هجيب لكم محور تاني برضو وافهمكم، وهنكمل ان شاء الله المره الجايه بعد العاصمه كمان، نخش العاصمه كمان. بقالي فتره كبيره ما اتصورتش هناك. شكرا.